يلا يا حلوين، نعمل مع بعض النهاردة فاهيتا فراخ بطريقة تحفة. معايا نص كيلو بانيه متبلاه كده من امبارح او قبليها بساعتين اللي انت عايزاه. ملح، فلفل، شوية زعتر، شوية بابريكا، معلقة كبيرة كده من الزبادي، وشوية خل، وشوية صويا صوص. وسيبيهم في التتبيلة شوية يشربوا التتبيلة كده، وبعد كده بقى قطعيهم بالحجم اللي انت عايزاه، مكعبات، شرايح، اللي انت عايزاه. انا قطعتها مكعبات كده، مع اني ساعات بعملها طويلة مع فلفل الوان كده برضو بقطعه طويل، بس هي المرة دي جت معايا كده ايه، مكعبات. حطيت بقى كده في الطاسة شوية زيت على مكعبين زبدة، ونزلت بقى بالفراخ بالتتبيلة بكل حاجة، وسبت كده الفراخ تتشوح، ما قلبتهاش، سيبيها تاخد لون لحد ما تحس ان هي خدت كراست كده حلو واستوت كويس. وبعد كده بقى قلبيها على الوش التاني. هننزل بقى بعد كده بشوية بصل متقطع جوانح، او برضو التقطيعة اللي انتي عايزاها، وكده كده اصلا بيدبل في الاكلة يعني. قطعيها بقى، انا مقطعه جوانح كده وقلبته تقليبه معاهم. وبعد ما حسيت ان هو دخل في السوا شويه، نزلت بقى بالفلفل الالوان على فلفل اخضر. مش قادره اقولك ميكس الالوان ده بيبقى خطير في الشكل وفي الطعم. بعد كده نزلت عليهم بقى بكوبايه من الكريمه اللباني، مش قادره اقولك بتديها طعم خطير. قلبت بقى التقليبه كده وسبتهم يستووا شويه، وبعد كده جبت رز وحطيت عليها بقى الخلطه بتاعت الفاهيتا دي. وكلي بقى وقولي لي ايه رايك، وبالهنا والشفا. هتنفع كمان للناس اللي عاملين دايت، حلوه قوي، فيها بروتين وفيها خضار وفيها نشويات. الرز مع الخضار مع البروتين، وجبه تحفه. يا رب تكون عجبتكم.